اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنقدم مع بعضينا صينية سهلة وبسيطة طعمها جميل جدا، صينية اللحمة بالخضار. زي ما انتوا شايفين السوا بتاعها ممتاز والطعم ملهوش حل. بس أتمنى لو عجبتك الوصفة النهاردة ما تنسيش دعمي بالشير وباللايك. مكونات الصينية سهلة وبسيطة، شايفين السوا بتاعها جميل جدا اهو، حاجة كده اخر روقان اهو. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف مكونات الوصفة. معايا كيلو من اللحمة، هبتدي كده انزل عليه بمعلقة كبيرة من زيت الزيتون. لو مفيش زيت زيتون مفيش مشكلة خالص، استخدمي الزيت العادي. بعمل بقى للحمة عملية مساج كده، بدخل زيت الزيتون فيها كويس بالشكل ده. تمام، صينية سهلة وبسيطة وطعمها جميل جدا. معايا بقى الخضار بتاعي، هستخدم كوسة وهستخدم جزر وبطاطس وحباية كده كبيرة من البصل. زي ما انتوا شايفين هقطعها زي الطرنشات كده. ده الخضار بتاعي اهو، طماطم، فلفل حراق طبعا حسب الرغبة اهو. دي مكونات الخضار بتاعتي، ويلا بقى نخش على الخطوة اللي بعد كده. معايا في الهون هنا 5 فصوص من الثوم، هنزل عليهم بمعلقة ثوم بودر ومعلقة بصل بودر وشوية من الملح. كيس البهارات ده هيفرق معاكي جدا في طعم الصينية، هنزل بيه برضو. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها. وبعدين حضرت هنا معلقتين كبار من الصلصة، عليهم معلقة من دبس الرمان ومعلقة من صويا صوص ومعلقة من الباربيكيو. طبعا الصوصات دي اختياري بس برضو هتفرق في الطعم. وهنا بقى الصوص الحار طبعا حسب الرغبة، هو جه كتير مني شوية بس احنا بنحب الحاجة السبايسي. هنزل بقى بالخليط ده واقلبه كويس جدا مع الصوصات اللي احنا حضرناها. تمام، طبق حساس صغير شوية هنقله في طبق تاني. ايوه كده. هحط بقى في المرحلة دي شوية من المية الدافية، وبعدين هنزل بنص المكونات بتاعة الصوص على الخضار اللي احنا مقطعينه، وهقلبه برضو كويس جدا. طبعا الخضار حسب الكمية اللي انت عايزاها قطعيها. انا مقطعه كمية كبيرة شوية، انت عايزة تقطعي اقل مفيش مشكلة. هنا بقى ابتديت احضر الكيس الحراري وانزل بالخضار بتاعي. من اجمل الصواني اللي هتعمليها بجد، جميلة جدا وطعمها في منتهى الجمال. هناخد بقى بقية الصوص كده اللي في الصينية وننزل بيه. تمام، في المرحلة دي بقى هبتدي ارص اللحمة بتاعتي فوق الخضار بالشكل ده اهو. تيجي بقى رصي اللحمة بتاعتك، والصوص بقى اللي بقى معانا هننزل بيه على باقي اللحمة من فوق اهو. ننزل بقى بالصوص وكده الكيس تمام اهو. تمام، خلصت كده الصينية بتاعتنا. هنبتدي بقى نقفل الكيس كويس جدا. مهم جدا انك تحكمي قفل الكيس عشان خاطر التسوية تكون كويسة اهو. خلة بقى كده، وهنبدأ نعمل فتحات في الكيس بتاعنا من كل اتجاه عشان خاطر التسوية تكون كويسة اهو. تمام، صينية بقى فيها شوية من المية، وهنزل بالكيس بتاعي وعلى الفرن على طول. انا بفضل نار تكون هادية عشان السوا يكون كويس.
هحضر بقى القالب بتاعي اللي شفناه في بداية الفيديو، وهبتدي انزل بالكيس بتاعي. مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، والله تستاهل ان انت تجربيها بجد، جميلة جدا. الصوص جميل، وشوية الحاجات اللي احنا حطيناها، الصوصات اللي احنا حطيناها فرقت جدا في طعم الصينية. اهو لحم مستوية كويس زي ما قلنا، الخضار طعمه جميل جدا، والصينية دي قيمتها الغذائية هتلاقيها عالية، فيها كمية خضار كويسة. يعني لو حبيتي بقى تعملي جنبيها شوية كده رز أبيض يبقى بجد آخر جمال. هي مش عايزة أكتر من كده والله. اهو زي ما انتوا شايفين، بالهنا والشفا. أنا حبيت أشارككم النهاردة الصينية بتاعتي. أتمنى لو عجبتكم ما تنسوش دعمكم ليا بالشير وباللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.